كاتب الكتاب وعمال يمضي وبيبصم، فرحان قوي قوي، فرحان جدا. قام واحد برضه من اصحابه بقى يقول له ربنا يتمم عليك بخير، ربنا يفرحك. قال له يا عالم، يا عالم افرح ولا لا؟ طبعا اخته بتقول له يا اشرف انا عامله لك حمام ورز محشي ورز مش عارف ايه ومعمر وفريك الكلام ده. قال لها مش هاكله. قالت له ليه بتقول لي كده يا حبيبي؟ ليه بتقول كده ليه؟ قال لها انا بقول لك مش هاكله. قالت له لا ما تتشائمش كده، هتاكله وهتفرح. قال لها لا. دي كل تفاصيل اللي تخلي الانسان يبقى حزين. يوم زفافه رايح قبر واحد شيخ كان بيعلمه القرآن، وراح يزوره في القبر.